صارت معي شخصيا. أنا بس برهن أنه المافيا السلطوية اللي تفضلوا فيها وحكوا عنها كانت قديمة بالحرب وبعدها هي ذاتها. بسنة 88 ب4 أيار 88 يعني من 18 سنة 28 سنة كنت أنا برتبة ملازم أول بفوج المغاوير. كانت المنطقة مقسمة، المنطقة اللبنانية يعني كل الجغرافيا اللبنانية أحزاب مسيطرة تفرض خوات وإدارة مدنية وإدارة ذاتية كل واحد على ذوقه. عندي عسكري من زحلي اسمه عصام سلمان، بعدني بتذكر اسمه. سهركم يا ليا. عصام جاي من زحلي مبسوط وحاطط البيريه تبع فوج المغاوير مبسوط فيها. بوقفوه على حاجز عين الدلب بكفيا، حاجز مالي للقوات اللبنانيه. يمكن كان عندنا حساسيه تجاه البيريه تبع المغاوير، عيطوا عليه، بهدلوه، زتوا له بطاقه بالارض، المهم اجى عم تشكاله. خدته لعند قائد الفوج وقتها كان المقدم جهاد شاهين الله يوجه له الخير. شاف حس انه في اهانه بالموضوع، قال لي اطلع ضب الحاجز كله وجيبه. طلعت انا ضبيت الحاجز كله وجبته تنسلمه لمديريه المخابرات. بس وقفنا عناصر الميليشيا بتمرق شاحنه بتوقف بده يدفع مصاري للماليه. قلت له خلص في منهم ما بقى في ماليه. قال لي لا بدي ادفع. عمي واحد بتقول له ما بدنا ندفعك انت بدك تدفع. قلت له عم اقول لك باردون بهالكلمين، ابرفل من هون ما في دفع. قال لي لا بدي ادفع، انا اردت الدروز بدي ادفع لجامعتنا. شو القصه؟ بس تنفهم شو القصه. القصه انه بنعرف كيف كانت الجغرافيا العسكريه والميدانيه بوقتها. كانت المنطقه المسميه الشرقيه تحت سيطره القوات اللبنانيه، المنطقه فوق اللي اكثريتها درزيه عم سمي انا اسماء ما بحب احكيها بس كان هذا الواقع للاسف. كانت تحت الاداره المدنيه للحزب الاشتراكي، وبيروت ومداخلها كانت تحت سيطره حركه امل. ما بده يدفع للدروز، طلع صاحب الشاحنه مسيحي من زحله، قدر هرب من حاجز الحزب الاشتراكي ما دفع، جاي يدفع للقوات اللبنانيه. قلت له طيب انت ما هربت؟ قال لي لا ما بدي اروح على بيروت بدي ادفع لامل، ما بدي ادفع لا للمتاوله ولا للدروز بدي ادفع للمسيحيه. يعني اذا معه وصل انه هو دافع للحزب الاشتراكي القوات اللبنانيه ما بيوقفوه ولا حركه امل. اذا معه وصل انه دافع للقوات اللبنانيه حركه امل ما بتوقفه. اذا ما معه من اثنين يعني بتعبير هو قرط اثنين بده يوقف عند امل غصب عنه بده يدفع. يعني تقاسم السلطه والمال بوقتها كان انا شاهد شخصي وفي اسماء موجودين وبعضهم طيبين بخليني يشهدوا لكم ويشهدوا على التلفزيون قدام كل الناس، بس تعرفوا هالمافيا المتحكمه بالسلطه هي ذات المتحكمه كانت من زميلها.